السلام عليكم، نتمنى يا ربي يلقاكم الفيديو في احسن الاحوال. ندخلكم نيشان في الموضوع. المهم بالنسبه للوصفه، هاد الوصفه هذه عباره عن زيت لتخفيف الم الظهر، يعني الظهر اسفل الظهر او الظهر كامل. الوصفه اللي نصحني بها هذا لوكيني اللي انا متبعاه معاه زعما، اللي هو المروض. المهم الوصفه هو قال لي بقى يدهني بزيت ديال القرنفل، ماشي وصفه بحال هكا، ولكن انا ما لقيتش هنا زيت القرنفل. المهم الوصفه خديت زيت ديال العود ياكو، وطحنت القرنفل ودرت معلقه واحده فيها. هادشي هذا غادي نسخنو مزيان وندهن به الظهر ديالي فيما نبغي ندير به ماساج يوميا. هكا واحد 10 ديال الدقائق ندير به ماساج للظهر ديالي. ديما هاد الزيت هذا من نبغي ندهن به الظهر ديالي ندفيه واحد شويه باش كيسخن، ونماسي مزيان عكس عقارب الساعه. المهم البنات، لان انا الحريق ديال الظهر عندي اسفل الظهر، شكوى الله. كان عندي بعد الولاده، كما قلت لكم السبب ديال هذا الحريق هذا كان عندي من بعد الولاده بسبب ديال الثقل ديال الجنين. يعني كان الثقل ديال البيبي اكثر من الطاقه ديال اللي غيتحملها العمود الفقري ديالي، وهادشي كيوقع لكاع بزاف ديال العيالات. من مور الولاده كلهم تيبدا يحرقوا من الظهر ديالهم. تيكون المشكل هو الفتره، كما قلت لكم، اما تيكون المشكل هو الفتره ديال الحمل يعني، اولا تيكون المشكل عندنا هو كثرة ديال الجلوس. يعني الناس اللي موظفين كيجلسوا بزاف على الكرسي، كيضر هادشي العمود الفقري ديالهم. المهم انا ماشي طبيبه باش نعطيكم يعني العوامل وشنو الاسباب، تقدروا تبحثوا على هادشي يعني في الانترنت، الاسباب اللي كتخلي هادشي. المهم انا بغيت غير نشارك مع الناس اللي ماشي في الاستطاعه ديالهم يمشيو عند الكيني، يعني داكشي اللي كنستافد منه انا بغيت نشاركه معكم. غنشارك معكم فقط حركه وحده زوينه بزاف، وغنشارك معكم هاد الزويت هذه النيت اللي شاركت معكم، لان كتعرفوا ان القرنفل الفوائد ديالو كثيره، والقرنفل مسكن للالام، يعني دهنوا بها الظهر ديالكم. غير ملاحظه لهاد الزيت هذا، ملي دهنوا بها ظهركم ما خصش يضربكم بها البرد، لان زيت البلديه ولا زيت العود كيضرب عليها البرد. ما تكونش سرجم محلول، ما تخرجوش بها، يعني دهنوه بالليل وديروا داك الحركه ونعسوا. يلا قول سلام لطاطاتي. ديروا سلام، ديروا بيزو. حبيبه ديالي. يلا غندير معكم هاد الحركه على يوسف. المهم يلا اجي معايا. الحركه شنو هي؟ سهله، حركه وحده صافي. عاودت صوت البنات حيت ما جايش مسموع مزيان. المهم هنا راه كنقول لكم ان الحركه خصها تدار مع الشهيق والزفير، يعني كنستنشق الهواء بحال هكا، عاود كنسوفلي ملي كنطلق رجليا. فهمتوا؟ ملي كنجمع رجليا كنجمع النفس ديالي وكنبقى هكاك، ومن بعد ملي كنطلق رجلي كنسوفلي. المهم وكنشد هكا كما كنوريكم، راه كلشي باين في الفيديو كما وكنشد بيديا بحال هكا. ملي كنعيا كنطلق رجلي وكنعاود هاد الحركه يوميا. علاش ما قديش 10 المرات، 15، 30، انا غدا وانا كنزيد يوميا. غتلاحظوا الفرق في الظهر ديالكم، وحتى الناس اللي عندهم مشكل ديال التقوس ديال اسفل الظهر غيتقاد ليكم. وهاد الحركه زوينه، كتقصح حتى الكرش، يعني كتجمع ليكم الكرش ديالكم. نتمنى البنات نكون فتكم ولو غير شويه. تبعوا هاد الحركه راه زوينه بزاف. انا قلت لكم راه مازال كنتبع لدابا مع الكيني، عندي معاه كل سيمانه حصه كيدير لي فيها حصه ديال الماساج. كيدير لك بعد التسخينات هي الاولى، كيسخن لك الدار بواحد المهم بواحد لا ماشين، ومن بعد كيدير لك الماساج، كيدير لك الحركه هذه ديال الرياضه. وعاطيني انني ندير الحركه هذه، نديرها يوميا في الدار مع داك الزيت. هو اللي نصحني بها، قال لي الزيت ديال القرنفل. فانا ما لقيتوش، عييت نقلب عليه هنايا ما لقيتوش. داكشي علاش درتو معكم بزيت العود. انتبهوا لزيت العود باش ما يضربكمش عليها البرد. هادشي اللي كاين البنات. المهم انا بغيت غير نفيدكم بها بالنسبه للناس اللي ما عندهمش المستطاع انهم يمشيو للكين، الله يحسن العوان. وبزاف اللي كيعانيو من هاد الالم ديال الظهر، داكشي علاش شاركت معكم هاد التجربه هذه اللي صغيره. نتمنى تكون فتكم فيها هادشي اللي كاين. وكل جديد ان شاء الله يعني معايا غادي نشاركه معكم. هنا راني مشيت للمارشي نتقدا. هاد لو مارشي البنات راه صغير ماشي كبير، عاد داروا وحده، انا ماشي مارشي، ما عرفت شنو سميتو، وقيله شي ان بوتيت فري وقيله شي بحال هكا، فيه لي فروي ولي ليغوم طريين وزوينين. وهذا اللي عجبني فيه، كيجيب داكشي اللي طري كما نقولوا طازج.
وانا عزيز عليا داكشي يكون طري بحال هكا، يعني كتشمي ريحه الخضره بالخضره والريحه ديال ال- الديسير، ريحه الديسير احسن من اللي ماكازا وقريب عليا. يعني هذه تاني مره وانا مشيت له وقلت نشارك معكم يعني تشوفوا داكشي اللي كيتباع فيه تقريبا كاع الديسير كاع الخضره وكلشي تبارك الله طري. ما عرفتش البنات لو كاينين عندكم شحال داير الثمن ديالو في الدول الاخرى. انا اللي عارفه في المغرب داير تقريبا طنجة عارفه قالت لي صاحبتي داير 300 درهم الحصه. وتصوروا معايا 10 الحصه شحال غطاح عليكم. وفي فاس داير ب200 درهم الحصه باش تمشي عند لو كاين الله يحسن العوان زعما الناس اللي ماشي زعما اللي ما عندهمش القدره باش يمشيو لعندو صعيب الحال. المهم نتمنى نكون فتكم بداك الحركه، راه حركه وحده غتنفعكم ديروها يوميا. شوفوا هنايا راه كنتقدى السفرجل عرفتي راه ملي شفتو صافي قلت والو غادي ناخدو ونيت في الفيديو ديال اليوم غنشارك معكم طويجين يا لاله ديال السفرجل دايزو الكلام. ونشارك معكم ايضا حتى الطريقه كيفاش نخزن السفرجل هكا كيجيك شي ضيف على غفله، كيجيك شي حاجه مهم كيكون عندك يعني ديجا هكا منقي مسلوق مقاد مخبع في الفريكو غير كتجبديه وطيبيه كيجيك الحال ساهل. وملي كتوحشيه هكا ملي كيدوز الموسم ديال السفرجل كتوحشيه كتجبديه. هادشي اللي كندير انا فيما كنلقاه كنشري ونخزن وسبحان الله عزيز عليا انا السفرجل. ودخلت للدار ودابا نبدا معكم الماراثون المهم سبت الخضيره ديالي وبديت معكم كيفاش كنحافظ دابا على السفرجل باش كيبقى دوم زعما كنخزنو كيدوم لمده طويله. صافي المهم الطريقه راه كلشي كيعرف كيفاش كينقي عرفتي ما شاء الله السفرجل فيه واحد الريحه زوينه، هو ماشي ديال البلاد كان كيسحبني كاع ديال البلاد المغرب لا ديال البرتغال، ولكن ما شاء الله فيه واحد المذاق زوين وريحته اللي زوينه. عرفتي وانا تنقسم هاد السفرجل وانا نتفكر خوتي مساكن الله يحفظهم هما اللي كانوا كيقسموه لينا عرفتي راه كنقسم قاصح هما تبارك الله عليهم كانوا كينقيوه لينا هما اللي كانوا كيقسموه وكينقيوه لان كان فهمتوا قاصح على يدينا. المهم هكا كنقسمو هكا على 4 لان هذا كبير. كاين واحد السفرج واحد اخر اللي هو ديال هنا كيكون ديال اوروبا كيكون غير صغيور تقسموها على جوج هذاك وصافي كنقسمو هكا على 4 وكنشقو هكا واحد العلامه في الظهر ديالو وكنديرو يتسلق. صافي هنايا باش ما نسلقوش البنات بزاف هكا غير يبدا يدخل لي فيه الماء صافي كنحيدو صافي وكنصفيه بحال هكا نديرو هكا فشي لا طاولة فشي حاجة مهم شي صينية باش ندخلوه للمجمد. هذه الطريقة زوينة هكا حتى كيجمد لينا مزيان في داك الصينية عاد كنجمعوه في البلاستيكات باش ما كيتعجن ما والو ما كيبقى شاد الفورمه ديالو. وداك المية عرفتي واحد الريحة ما نقولش لكم فيها المهم ما تضيعوهاش راه كلها منافع كريمه كلشي عندها فيه المنافع. هنا لا غد ليه هادشي راه كله درتو في العشيه ولا غد ليه. المهم عاد غنصوب معكم الطويجين. انا في الصباح راني كنصوب اول حاجه نضت درت فطرت ونضت كنصوب الطويجين. علاش ماشي الطويجين ولكن المهم الطاوه كنبغي نطيبها على عافيه مهيله باش كتجيني داك المريقه بنينه. داكشي علاش بديت بها هي الاولى. هنا درت العطريه البزار شويه البزار معلقه كبيره السكينجبير معلقه كبيره د الخرقوم وعويد القرفه مليحه حسب الذوق والطعم. وعندي زيت العود. هنا بصله كبيره عندي شلطتها وغادي ندير نص الكميه ونص الكميه غنضيفو من بعد.
هنا بالنسبه للعافيه خصها تكون مجهده، ما تكونش قليله باش ما تلقناش البصله الماء ديالها، باش يتحمروا لينا داك الطريفات هكا ديال اللحم مزيان. هكا كنبقى نشحر فيها حتى كيتقلاو كما كنقولوا، كيتحمروا ويتجمروا. وصافي ملي تحمر عاد غنزيد هنايا داك البصله اللي كانت عندي متبقيه. هنا غادي نزيد القزبور ومعدنوس. بالنسبه لبنات اللحم راه ما كيدارش فيه قزبور ومعدنوس مقطع. داكشي انا اللي كان عندي هنا كنديرو انا في الفريغو باش كيصبر ليا مده هكا طويله، لان كنجيب بزايد. فاستعملته انا هكاك مقطع. ما هو من الافضل الا عندكم ديروا قزبر ومعدنوس مربط. درت هنا وزدت واحد المعلقه صغيره ولا ما كاملاش معلقه صغيره ديال القرفه. صافي غنحرك مزيان. هنا غندير فقط كاس ديال الماء باش غنمرق. شللت غير هذيك باش قطعت البصله، باش طحنت البصله، كاس ديال الماء ونخليها طيب على عافيه اللي مهيله بحال الشميعه. صافي كطيب بوحديتها، يعني راه كيرجع ليها داك البخار ملي كنغطيوها، ملي كنغطيو الطنجره كيرجع ليها داك البخار. وصافي كطيب غير في داك البخار وهذا. صافي هنا غادي ندوز نسلق السفرج، ماشي نسلق السفرج، نعسل السفرج. اما راه مسلوق هنا كما شفتوا البنات. هو جبدتو لا غد ليه من الفريغو، كيجي ساهل وعملي. هنايا درتو على الظهر ديالو. ديما البنات بحال هكا من الافضل الا عندكم بزيت ديروا مقله تكون واسعه وديروه على الظهر ديالو هكا باش كيجيكم داك الطبعه ديال التحميره فيه. درت هكا الزبده، السكر سنيده على حسب الذوق اللي بغيتو يعني. وغادي ندير شويه ديال القرفه. البنات انا كندير فيه ما زهر حتى هو كيجي غزال، ولكن هاد ما زهر اللي طلعت معايا هاد المره من المغرب ما عجبتنيش صراحه ريحته حالته. المهم ها هي الطنيجره البنات طاب اللحيمه وتقلات. غناخد شويه ديال المرقه نضيفها على داك السفرجل باش يطلق لينا البنه ديالو. وصافي اصلا معاه هو جامد. ملي غيبدا يسخر غيبدا يطلق الماء شويه مع داك الزبده غتذوب. صافي غيعطينا واحد لاصوص. هنا البنات كنولي نزيد انا في التالي شويه ديال زيت العود. صافي وهاد الطويجين ديالنا طاب، ماشي الطويجين المهم. المريقه ديالنا طابت. كما كتشوفوا الدغيميره كتجي معسله. الشاكر راسو عاد داز هنايا.